من جهته أكد الوزير الفرنسي المنتدب للصناعة سبيستيان مارتان أن الحكومة لا تعتزم التخلي عن عمال براند، مشددا على وجود قدرات صناعية ومهارات بشرية تسمح بتصور مشروع صناعي جديد في المنطقة، وإن كان خارج قطاع الأجهزة الكهرومنزلية الذي طويت صفحته بالنسبة لبراند. وفي السياق ذاته أوضح مصدر من ديوان الوزير لوسائل إعلام فرنسية أن إعادة التوظيف الصناعي قد تتم في قطاعات أخرى دون استبعاد الصناعات التكنولوجية أو الدفاعية، في إشارة ضمنية إلى مقترح تحويل المصانع إلى وحدات لإنتاج الطائرات المسيرة. وللتذكير فقد كانت محكمة الأنشطة الاقتصادية في نانتير قد أقرت يوم الخميس الماضي التصفية القضائية لشركة براند المملوكة لرجل الأعمال يسعد ربراب بعد فشل مشروع تحويلها إلى تعاونية عمالية رغم الدعم المالي الذي قدمته الدولة والجماعات المحلية لهذا المصنع.